انا هقول كلمه حق، هقول كلمة حق كده في البداية. هتقول لي ايه كلمة الحق؟ هقول لك بص، في الساعات اللي فاتت بعد ما نادي الزمالك اعلن عن الصفقة بتاعته الجديدة، النادي بتاعه اللي هو في اوكرانيا قال لك ان الصفقة اتباعت ب1,800,000 دولار. تمام، الناس تقول بص الزمالك بيصرف هنا ومش عارف ايه، بس الفكرة هنا انك انت كاهلي، انا بص بقى اكلمك انت كاهلي، موقع المنتخب المغربي ديت، المواقع هناك في المغرب بتقول لك ان الاهلي هيدفع راتب رضا سليم اللي بيلعب في الجيش الملكي 700,000 دولار. انا بقول لك كلمه حق. تمام، هتقول لي ايه كلمه الحق؟ يعني انت كده ايه يعني بتطبل للزمالك؟ ما يا ابني هي الفكره انت عمال تقول الزمالك بيصرف هنا وفلوسه بص جايب، ما احنا برضه بنصرف احنا كمان. فهي الفكره مش كده، ما انت كمان بتصرف فلوس بقى على الفاضي هنا بقى. انت بتدفع راتب رضا سليم اللي بيلعب في الجيش الملكي، وقبل كده القندوسي لما راح سيراميكا كنت برضه بتدفع له الراتب بتاعه بالدولار، عشان انت جبت لعيبه ما عرفتش تمشيها ومش عارف تعمل ايه، وهي لعيبه اجانب ومتأيده عندك في القايمه وانت مش عارف تعمل لها حاجه، فبتوديها الانديه ديت غصب. بص انت بتوديها وتقول له يا عم روح والراتب بتاعك زي ما هو وهندفعه لك. فالفكره هنا والله يا جماعه هي دي كلمه الحق. فالفكره ان برضه الزمالك جاب لعيب، وكل واحد حر يا باشا. انت سواء زمالك انا حر يا باشا ادفع زي ما انا بدفع، والاهلي انا حر يا عم انا بدفع. فهنتكلم النهارده على مواضيع مهمه جدا، والزمالك يتفوق على الاهلي وبيراميدز في سعر الصفقات. الزمالك هو اكتر نادي صارف على الصفقات، وهنتكلم وجون ادوارد طلع وكيل لعيبه كتير في الاهلي، ده كان وكيل علي معلول. فهنتكلم على مواضيع مهمه جدا جدا باذن الله تعالى يا برنس في فيديو النهارده. ولكن بعد اذن اخواتي بقى، يعني بشكرهم جدا جدا قسما بالله اخواتي اللي معايا هنا على القناه على اليوتيوب على تفاعلهم على الفيديوهين اللي فاتوا بتاع صفقات نادي الزمالك، وعدينا ال1000 لايك، فبشكركم جدا جدا قسما بالله. قلبي لو اعرف اعمل لكم لايك كنت عملت، ولكن بعد اذن اخواتي عاوزين نوصل الفيديو ده كمان ل1000 لايك. فبعد اذنك يا برنس مش هتخسر اي حاجه لما تنزل تخبط اللايك بتاعك، بص هتدوس على ايه زرار اللايك. ولو انت لسه ما اشتركتش في معانا فبعد اذنك يا برنس، يعني ناقصين سكه 15 مشترك ونكمل 22,000 مشترك. فبعد اذن اخواتي لو انت لسه ما اشتركتش في القناه فبعد اذنك انزل اشترك معانا كده في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار باي فيديو جديد. انا عارف ان انا طولت بس انت حبيبي واخويا فقاعد معايا بقى. يلا بينا نكمل كلامنا. خالد الغندور قال لك ان جون ادوارد وكيل لعيبه كتيره جدا جدا في الاهلي، وانا كنت عارف والناس كتير اللي متابعه كوره عارفين، يعني الناس اللي متابعه كوره عارفه ان جون ادوارد كان الوكيل علي معلول وكان وكيل كتير لعيبه كتيره جدا جدا داخل النادي الاهلي. هو الراجل كان وكيل لعيبه وراجل هو صاحب، خلي بالك لو انت ناسي مثلا، هو صاحب الفكره بتاعه الاهرام. فاكر الاهرام؟ هتقول الاهرام مين؟ بيراميدز، مش بتوع الطموح دول كان اسمهم الاهرام. تمام، بعد كده غيروا الاسم بقى اسمهم بيراميدز. تمام، جون ادوارد هو صاحب فكره النطه دي. هتقول لي نطه ايه؟ هو صاحب فكره النادي ده كان اسمه الاسيوطي خلاه الاهرام. خلاه الاهرام ازاي؟ بالصفقات الكتيره اللي جابها. كان هو جون ادوارد اللي جايب كل الصفقات اللي جت دي بقى. وطبعا اكيد انت طبعا متابع الكره المصريه من زمان، فاكيد عارف ان بيراميدز ساعه انطلاقته وساعه صعوده جاب معظم لعيبه الدوري المصري. دخل على اي حد بكام هذا الفتى؟ ب 100 مليون اديله 200، ب 40 اديله 100، فدخل عليهم كده اعطيله 50 مليون وهاتوا. ده عملوا قناه وجابوا كل المذيعين اللي في الكوكب جابوهم في القناه. فالفكره كان هو صاحب الفكره، يعني هو اللي كان مسؤول عن ملف التعاقدات وكان مسؤول عن كل حاجه، نفس ما هو موجود داخل نادي الزمالك. تمام، فانت بتتكلم ان هو من الناس الشاطره، وانا مش كل شويه اقعد اكلمك عليه عشان فعلا هو من الناس الشاطره. ده هيودينا لايه؟ هيودينا ان خلاص نادي الزمالك من ساعه اعلن رسميا على تعيين عبد الرحمن اسماعيل مدير التعاقدات داخل نادي الزمالك. هتقول لي ده معناه ايه؟ ده معناه ان نادي الزمالك، انت شايف دلوقتي ايه؟ سؤال ليك بجد والله، انت شايف نادي الزمالك هو لسه في فكره العشوائيه اللي كان ناس بتديرها كده ما تفهمش مين ماسك ايه، مين بيعمل ايه، مين بيسوي ايه؟ الزمالك دلوقتي اتغير تماما. نادي الزمالك دلوقتي اتغير تماما. نادي الزمالك ده بقى عنده مدير رياضي، مدير رياضي تحتيه مدير تعاقدات، مدير التعاقدات تحتيه ايه؟ مدير فني، مدير، كل واحد بقى مسؤول عن حاجه. ناس متخصصه في حوار التصوير، ناس بتعمل ايه. الزمالك ما كانش كده يا جماعه. يا جماعه الزمالك من 3 شهور ما كانش كده. فلما تشوف حاجه بتتطور وقصاد عينيك انت شايفها واحد تعبان وطور الفرقه وطور منظومه الكوره في الزمالك، انت لسه ما شفتش الماتش. وخلي بالك ماتش الزمالك بكره،
ماتش الزمالك بكره امام سيراميكا. تمام. فانت خلاص على بعد ساعات قليله على انطلاقه الدوري المصري وعلى مشاهده نادي الزمالك في بطوله الدوري المصري. تمام. فانت بتتكلم انك انت كزمالك ما كنتش في المكانه دي، ما كنتش في الحته دي، صح ولا لا؟ ان نادي الزمالك دلوقتي بقى فيه مدير تعاقدات وتم تعيينه من الناس الشاطره طبعا، وجون ادوارد بقى هو المدير الرياضي، وعندك مدير فني، بقى عندك كل واحد يعني في مجاله، متخصص في مجاله، هو ما يخش في الشغل اللي بعده. فانت طول ما انت مقسم كل واحد شغله، انت هتشوف في الاخر نتيجه، هتشوف في الاخر حاجه، مش لا ماشيه عشوائيه. تمام. مش اي حد يعمل اي حاجه في اي وقت، ده يقول اي قرار. فاكر انت من فتره قريبه في يناير مثلا في الصيف اللي فات، فجاه كنت تسمع ايه؟ ان عضو من مجلس اداره نادي الزمالك راح كلم صفقه بعد ما مش عارف مين خلصها، ده راح مكلم ده. فاي حد في مجلس اداره الزمالك نفسه في لاعب فيكلمه يقول له ده انا هجيبك الزمالك، فيخش لا واحد تاني مجلس اداره انا هديك مش كانت ماشيه كده. كان في صفقات بتبوظ بسبب العشوائيه دي. فانت بتتكلم انك في الوقت الحالي انت اتطورت، انك في الوقت الحالي جبت كل واحد متخصص في مجاله، جبت كل واحد ماسك حته في مجاله متخصص فيها، بيعمل فيها، عارف شغله، بيظبط شغله، كل الكلام ده. تمام. فتم نادي الزمالك اعلن عن تعيين عبد الرحمن اسماعيل مدير التعاقدات داخل نادي الزمالك. تمام. بص بقى، يعني كلمتين كده على اخوان صفقه نادي الزمالك. ظهرت امبارح احصائيه بتقول لك ان هذا اللاعب وهذا الصفقه اللي الزمالك جابها، الزمالك جاب لعيب من احسن اللعيبه اللي موجوده في اوروبا، ومن احسن اللعيبه اللي عندها 23 سنه. يا جماعه بص على الاستراتيجيه اللي ماشي بيها الزمالك في موضوع التعاقدات. الزمالك لو جيت بصيت على التعاقدات بتاعته انت مش هتلاقي لعيب كبير، هما بس استثناء مهدي سليمان لو حارس المرمى. اما انت لو جيت بصيت على لعيبه كوره، الفهم اللعيبه اللي جت كلها 22 23 24 كده، ما تلاقيش حد 29 فوق ال30، ما تلاقيش ولا صفقه، كلهم سنهم صغير. فهيقول انت تيجي تقول تسالني سؤال، طب ده يعني بيدل عن ايه مثلا؟ ده عباره عن، ده عباره ان يقول لك انك هنا بتبني فرقه، هنا انك كل الصفقات اللي انت جبتها في الزمالك ممضيها 4 و5 سنين، فانت كمان سنتين هتلم اللي انت عملته ده. وخلي بالك هي دلوقتي 10 صفقات، وخلي بالك ان في لعيبه هتمشي في يناير، وفي لعيبه ممكن تمشي في اخر اغسطس، ان في القيد طبعا مفتوح في الخليج، ففي لعيبه هتمشي. فاللعيبه لما هتمشي الزمالك مجهز بديلها في يناير، فانت بتجدد الفرقه، بتجددها. كل اللي كانوا موجودين دول متشكرين يا جدعان، اهلا وسهلا، متشكرين، مع السلامه. فانت قدرت تغير الفرقه، قدرت انك ترجع الفرقه تاني، قدرت انك تخلي الفرقه ترجع وتخش سوق الانتقالات. اخوان يا برنس هو اكتر في ترتيب كنز يمين يامال، ده الاول اكتر لاعب مراوغات في العالم. عارف اخوان صفقه الزمالك ده ترتيبه كام؟ السابع في اوروبا، السابع في اوروبا كاكتر من، يعني هو سابع يعني هو في السابع كاكتر لاعب مراوغات في اوروبا بنسبه 82%. لاعب حرفيا 1 على 1 يرقص اي حد، لاعب حرفيا 1 على 1 يرقص اي حد. فانت بتتكلم ان لعيب بالمهاره دي، بالاسلوب ده، بالكواليتي اللي جايبه ده، وسنه صغير. انا قلت لك امبارح ان كلنا رحنا في قصه صفقه ماتيوس، فجاه لقينا الزمالك جاب اخوان. تمام. فانت بتتكلم دلوقتي في الوقت الفعلي نادي الزمالك جاب لعيب سنه صغير 22 سنه من اكتر اللعيبه مراوغات في اوروبا، يمين يمان، واللي تشوف الترتيب بتاعهم. لا، الزمالك جايب صفقه حلوه. قصه الصفقه بقى جايب $600,000، ناس تقول لك جايب مش عارف ايه. النادي بتاعه قال لك ان اللاعب اتباع لنادي الزمالك ب1,800,000 $. فانت هنا هتقول لي يعني مش عارف ايه، طب الزمالك بيصرف، طب الزمالك بيجيب فلوس منين؟ في ناس هتقول لك انت مالك، يعني نصرف زي ما نصرف، نجيب زي ما نجيب، نعمل زي ما نعمل، انت مالك؟
في ناس تقول لك كده، وكل واحد يا باشا عنده اساليبه وعنده قصصه وكل واحد بيستخدمها. تمام. نادي الزمالك بس ناخد ايه شويه الصفقات ده. الزمالك يتفوق على الاهلي ويتفوق على بيراميدز ويتفوق، هما الثلاثه دول بقيه الدوري يعني. الزمالك هو اكتر فريق صارف في حوار الميركاتو. تمام. الزمالك صارف 7 مليون ويعني قول 8000 ولا 18000 يورو، هو قول 7 مليون يورو. نادي الزمالك صارف 7 مليون يورو في الصفقات. ده حسب موقع ترانسفير ماركت ان نادي الزمالك هو اكتر فريق في مصر صرف على الصفقات، 7 مليون يورو. الاهلي في المرتبه الثانيه ب 5 مليون و500 الف يورو. بيراميدز في المركز الثالث ب 4 مليون و300 الف يورو. فانت بتتكلم ان الزمالك دخل الميركاتو ده ومن اكتر الانديه اللي موجوده في افريقيا عامل صفقات. الزمالك هو اكتر نادي في افريقيا عامل صفقات في افريقيا بقى. الزمالك جاب دلوقتي 10 صفقات، وصفقه اللاعب الكيني اللي هنتكلم عليها خلاص دي ال11، دي كده ال11. فانت بتتكلم ان الزمالك جايب صفقات كتير وبنى فرقه. دلوقتي انت بتتكلم ان نادي الزمالك في فرقه بتبني. انت كمشاهد وكمشجع لنادي الزمالك شايف حاجه قصاد عينيك، شايف فرقه. هو كل الكلام ده هيبقى كوم ولما نشوف بقى الطبيعي على ارض الواقع، ان الناس تقول لك يا باشا بنجيب صفقات، يا عم بنعمل بنسوي. احنا عايزين نشوف على ارض الواقع بقى، عايزين نشوف على ارض الواقع. انت جيت عملت ماذا بعد؟ قول لي عملت ايه؟ كلهم دلوقتي منتظرين الصفقات بكره في ماتش سيراميكا باذن الله تعالى يا برنس. عندك برضو يعني انا جايب لك كل المعلومات بقى عن الصفقه بتاعت اخوان ديت. اخوان يا جماعه في 2023 كان القيمه التسويقيه بتاعته 50000 يورو. 50000 يورو من سنتين. القيمه التسويقيه بتاعته 1,800,000. فده لاعب بيتطور. تمام. عندك 50000 يورو. في 2024 كان القيمه يعني بص في 2023 كان 50، في 2024 بقت القيمه التسويقيه بتاعته 500,000 يورو. تمام. في شهر 12 في انتقالات بقى الشتويه القيمه التسويقيه في 2024 شهر 12 2024 كانت القيمه التسويقيه بتاعته 1,000,000 يورو. في مارس 2025 بقى من قريب كده القيمه التسويقيه بتاعته كانت 1,500,000 يورو. دلوقتي القيمة التسويقية بتاعته 1,800,000 يورو. فانت بتتكلم ان لاعب في سنتين كانت القيمة التسويقية بتاعته 50,000 يورو، القيمة التسويقية بتاعته دلوقتي وصلت الى 1,800,000 يورو. فانت بتتكلم على لاعب قابل للتطوير، بتتكلم على لاعب كان بقى وكلنا منتظرين هذه الصفقه. ممكن يلعب بكره عادي، اللاعب ممكن تجيبه تلاقي تشكيل نادي الزمالك بكره، وهنتكلم باذن الله على حلقه باذن الله بكره باذن الله هنتكلم على تشكيل نادي الزمالك باذن الله. الفيديو هينزل ان شاء الله على الساعه 12. هنتكلم على التشكيل وعلى اللي هيلعب بيه فييرا والكلام ده كله، ده بكره باذن الله. بس انت بتتكلم ان ممكن تلاقي التشكيل عندك الواد اخوان، عندك شيكو دوت وبغداد دباغ، مش عارف معلمه بغداد ليه. فالثلاثه في خط الهجوم تلعب عندك عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، عمر جابر، بنتايج، الونشي، حسام عبد المجيد ولا صلاح مصدق او عواد ولا المهدي سليمان. تشكيل دلوقتي الزمالك دلوقتي انت قاعد بتتفرج وبتشاهد، شايف تشكيل على ارض الواقع، شايف فرقه على ارض الواقع. تمام. فهنشوف الموضوع دوت باذن الله تعالى يا برنس. ماشي. عندك كلمتك على ديت الزمالك بيلعب ده ماشي. بص بقى موقع البطوله المغربيه. موقع البطوله المغربيه بيقول لك ايه بقى؟ الاهلي يتحمل 700,000 دولار مستحقات رضا سليم والجيش الملكي يساهم ب 200,000 دولار. ما هو الاهلي جاب رضا سليم، فالاهلي عاوز يمشي رضا سليم، فمش عارف نعمل ايه. رضا سليم الراتب بتاعه كبير. طب روح يا عم رضا، روح يا باشا واحنا هندفع لك. وخلي بالك نفس الحركه اللي احنا عملناها مع القندوسي. روح يا عم القندوسي، طب روح يا باشا وهندفع لك. طب الفكره هنا، طب الفلوس احنا بنجيب وبندفع. يعني انت واحد بيلعب اساسا في نادي تاني، بيلعب في نادي تاني، انت بتدفع راتبه.
الفكره هنا انك بتدفع راتبه عشان تجيب لعيب مكانه هتدفع له، فانت متخيل كميه الميزانيه اللي انت بتصرفها؟ كميه الفلوس، يعني انت بعت وسام خدت منه فلوس فبتصرفها على الناس دي. انا كنت بتمنى ان حوار رضا سليم تحله، تمشيه بقى بالطيارات دي، تمشيه بالكلام ده كله، بس تحله، انت كده عمال تدفع وخلاص. فهنشوف الكلام ده كله يا برنس. عندك برضو ان نادي بيراميدز بيعلن عن ضم زيكو. خلي بالك الزمالك كان داخل في قصه الصفقه، واكيد الزمالك قال لك مع موضوع زيكو ده مش عارف ايه، بس خلاص بيراميدز اعلن عن صفقه زيزو ومحمود جاد الاثنين في الطموح. ربنا يزودكم في ايه بطموحكم. عندك نادي الزمالك يعني صرف على الصفقات زي ما كلمتك كده، على موضوع اللي هو الصفقه اللي هو النادي، يعني النادي بتاعه الاوكراني، قال لك الصفقه تعادل يعني 2 مليون و100 الف دولار ومليون و800 الف يورو. انا كلمتك عن النقطه دي. نادي الزمالك هيحسم مصير دونجا في يناير اللي جاي، تمام، سواء بالتجديد او سواء بالرحيل، تمام. خلي بالك ان الزمالك دلوقتي بقى عنده في نص الملعب طفره. الزمالك دلوقتي موجود في نص طفره، وموجود بدل اللاعب كذا لاعب وكذا واحد وبكواليتي مختلف والكلام ده كله. فالزمالك دلوقتي في لعيبه هتمشي. كان من ضمن الناس اللي كانت يعني معظم جمهور نادي الزمالك كانت بتطالب برحيله هو دونجا. كان ناس كتير قوي من جمهور الزمالك اللي انا اعرفه طبعا اخواتي وحبايبي، الفكره كانوا بيطالبوا برحيل دونجا عن الزمالك. يقول لك يا باشا ده يمشي، ده مش بيعمل حاجه، او الصراحه كلمه الحق يمشي. انا كنت بشوف دونجا بيعمل حاجات خارج كره القدم، تمام. يعني الزمالك لسه هيحسم الموضوع دوت يا برنس. الزمالك برضو قال لك ايه بقى علشان الموضوع اللي انتشر في الساعات اللي فاتت، قال لك احنا من حقنا نأيد صفقات تحت السن في الايام المقبله طالما الاتحاد بيدعم الموضوع ده، من حقنا. والزمالك خلاص اللاعب الكيني الزمالك عاوز يجيبه باذن الله تعالى، تمام. وشركه تذكرت، عشان انا كلمتك امبارح عن موضوع التذكرت لسه ما اعلنتش عن موضوع فتح التذاكر بتاع حجز مباراه الزمالك امام سيراميكا والاهلي امام مودرن او مودرن. فتذكرت بتعلن النهارده عن فتح الحجز التذاكر لو حد عاوز يحجز باذن الله ماتش الزمالك وسيراميكا يا برنس. وصلنا لغايه نهايه الحلقه. ما تنساش يا برنس اللايك بتاعك كده، تنزل تخبط اللايك كده يا برنس، لو انت وصلت معايا لغايه النهايه قول لي يا برنس انك وصلت لغايه النهايه عشان اشكرك واقول لك شكرا يا برنس يا غالي يا ابن جميل انك قعدت معايا كل ده. صلي على النبي. السلام عليكم.